اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. في حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا ضيف هو سنه صغير حقيقي، لكن حاصل على عديد من الجوائز واشترك في كتير من المسابقات العلميه. يمكن اقربها كانت معرض القاهره الدولي للابتكار سنه 2023، وصنف المشروع اشترك بيه في هذه او في المعرض كان ضمن افضل 5 ابتكارات للاطفال عن جامعه الطفل. ففي حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا الطالب احمد محمد الصاوي. احمد عنده 11 سنه، هيعرفنا اكتر على نفسه وهنتكلم طبعا على المشاريع اللي اشتغل عليها. اهلا بيك يا احمد، حابين احنا نتعرف عليك ونعرف الجمهور بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب أحمد محمد الصاوي، السن 11 سنة، مدرسة تجريبية إدارة الدقي، محافظة الجيزة. بدأ الحب عندك للابتكار والابحاث من امتى يا احمد؟ يعني انت سنك صغير بالفعل، أيوة بقى. فبدأ امتى؟ هو بدأ من وأنا سني صغير، يعني حرفيا من بداية 3 سنين. كنت مبتدي بالميكانو والمكعبات، كنت بعمل بيهم أشكال بره الكتالوج بتاعهم. وبعد كده بقى ابتديت من 3 لحد 5 كنت بعمل بالمكانو والرباط والمكعبات، لحد ما بقيت من 5 سنين لحد 9 سنين ابتديت بقى ان انا اعمل بريسايكلينج، وعملت كذا ماكيت، زي مثلا ماكيت سلامتك على الطريق، ودخلت بيه مسابقة في محافظة الجيزة وكسبت المركز الأول. تمام. احنا طبعا عارفين ان انت عندك مشاريع كتيرة جدا وعملت الروبوتس كتيرة ومختلفة هنتكلم عليها طبعا، لكن حابين نتكلم على المشروع المهم اللي انت اشتغلت عليه واشتركت فيه، اشتركت بالمشروع ده في معرض القاهرة قرار الدولي دولي للابتكار. هو مشروع الري المتكامل للصوب الزراعية، للصوبات والأراضي الزراعية. للصوبات والاراضي الزراعية. طيب حابين ان احنا نعرف يعني ايه المشروع ده، بيعمل ايه، او الهدف منه ايه؟ هو فكرة المشروع يعني جات لي لأن على مدى القرنين الماضيين زودت البشرية تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وده أدى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر. فعشان كده أنا بحثت وفكرت وعملت مشروع الري المتكامل للصوبات والأراضي الزراعية. والمشروع ده بيساعد في ترشيد مياه الري، وأيضا يعرض لنا درجة حرارة الصوبة الزراعية وإطفاء الحرائق فور حدوثها. مين اللي ساعدك في تنفيذ المشروع؟ هو يعني مفيش يعني حد ساعدني في ان انا اعمل ولا التوصيلات بتاعته ولا البرمجة، ولكن طبعا يعني احب ان انا اشكر بعض الاشخاص. مين هم الاشخاص؟ يعني اولهم بابا وماما، لان هم فعلا ساعدوني لحد ما وصلت للمرحلة دي، وكانوا بيساعدوني في ان انا انزل واشتري الادوات، وبيصرفوا معايا فعلا. فيعني مفيش شكر يكفي ان هم يعني اكيد كل. المجهود اللي هم بذلوه معاك، لكن ما فيش كان مثلا يعني جامعه الطفل ايوه، هو انت؟ في بقى جهات تانية، فعلى رأسهم جامعة الطفل، وكلية حاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، وجمعية مصر المستقبل، وجامعة عباقرة المستقبل، والمركز القومي لثقافة الطفل وتوجيه العلوم، وقسم الموهوبين والتعلم الذكي، وأيضا إدارة الدقي، وكمان المدرسين والمدرسة. طيب احنا عايزين نتكلم يعني فكره ان انت تشترك في سن صغير، وانه يعني في كذا جهه ممكن تقدم لك الاشراف زي جامعه الطفل وغيرها من المراكز اللي انت ذكرتها. ده فادك انت ازاي؟ يعني على سن صغير انت استفدت ازاي من كل الخبرات دي؟ هما يعني زي مثلا المركز القومي لثقافة الطفل أتاح لي فرصة إن أنا أخش كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وتعلمت لغة البايثون تعليم أكاديمي تحت إشراف الدكتورة إلهام والدكتور أبو العلا. فانت هنا استفدت بالشكل ده من أيوة خلال المركز. وفي برضو كانوا بيساعدوني جهات تانية، كانوا بيساعدوني إن أنا أخش مسابقات، ويعني الحمد لله كنت بجيب مراكز حلوة. يعني احنا ممكن نقول كمان غير فوزك في معرض القاهرة الدولي للابتكار، انت حاصل على ميدالية فضية في مسابقة المخترع الصغير تبع المركز القومي لثقافة الطفل، وميداليات تانية كمان. انت حاصل على لقب سفير النجاح سنة 2022 في مؤتمر سفراء النجاح. النجاح. طيب انت علشان توصل لكل ده وانت سنك صغير بتعمل ايه؟ يعني ممكن حد في سنك يقول يعني احنا بنقسم وقتنا مثلا ما بين البيت، الدراسة والمدرسة، وإنه لو عندنا هواية بنشتغل عليها أو بننمي نفسنا وقدراتنا فيها. أنت علشان توصل لكل ده وأنت لسه في السن الصغير ده بتعمل إيه يا أحمد؟ هو يعني انا في بدايه حياتي يعني كنت ببتدي بالحاجات الصغيره، يعني من قبل ما اخش اصلا المدرسه كنت بعمل الحاجات دي، ولكن بقى في ايام الدراسه كنت بقسم وقتي، وكنت بسيب هوايتي في ايام مثلا الامتحانات وايام الدراسه بجد، انما في ايام الاجازه بنمي موهبتي اكتر
وبنميها، وبرضه ما بسيبهاش في ايام الدراسه، ولكن في الايام اللي هي الدراسه العاديه، مش ايام ضغط بتركز اكتر امتحانات. على المدرسة، ايوه. يعني علشان تقدر تعمل التوازن ده، ان انت تخلص المدرسة ما تتأثرش، وفي نفس الوقت تعمل حاجة انت بتحبها وعايز ان انت تبقى هي شاطر فيها. بتبقى زي وقت الاستراحه ما بين كل ماده وماده بذاكرها، بتبقى ان انا يعني اشتغل على الروبوت، اعمل كده. موضوع الروبوتس كمان من المواضيع اللي انت يعني آه، عملت فيها كذا ابتكار وكذا نموذج. منها طبعا زي ما احنا شايفين نموذج لمساعدة فاقدي البصر، او اللي عندهم صعوبة في الابصار. فاحنا حابين ان احنا نتكلم على الروبوت او المشروع اللي معاك دلوقتي، ونتكلم كمان طبعا على مشاريع تانية انت نفذتها. طيب، هو ده يعني نموذج صغير منه، او هو المشروع ده اسمه السمارت اي دي. والمشروع ده بيساعد ان المكفوف يمشي بدون عصا، عن طريق ان هو بيلبس الاي دي ده، وبيشغله عن طريق مصدر طاقة، وبيحس لو في اي جسم قصاده بيعمله فايبريشن بدل الساوند علشان ما يحرجوش قصاد الناس. وهو بيحتوي على الالتراسونيك سنسور والمايكرو كنترولر والفايبريشن موتور. تمام، يعني هو بيتلبس زي ما انت قلت كده في شكل اي دي، وان هو بيبقى قادر على مسافه معينه ان هو يعني يشوف اذا في جسم قدامه او شخص، وهو بيرسل زي فايبريشن للشخص لا، هو عشان مش ينبهه. بيرسل فايبريشن، هو بيعمل فايبريشن هو بيعمل فايبريشن، فهو بيهتز فالشخص بينتبه انه في حاجه قصاده. قصاده. طيب سؤال، لو حاجه مش على المستوى اللي موجود عليها هنا، ايه اللي يحصل؟ ما يقدرش ان هو يتنبه بيها، مظبوط؟ هي لازم تبقى على لا، مستوى هو معين. هو مش هتبقى على مستوى معين، هو هيبقى يعني يعني بالظبط ممكن لو كده. هو مثلا يعني اتحرك يقدر يشوف، لكن هو ماشي في طريق، هو بس هتبقى على قد المستوى اللي هو بيمشي هو اللي فيه. هيبقى قصاده، يعني الجسم اه، اللي هيبقى قصاده. اوكي. يعني مثلا لو طفل صغير مش هيقدر يشوف، لكن هو بس هيبقى على مستوى حجمه في الطريق اللي هو ماشي فيه. فدي برضو هتساعد طبعا انه ايوه، هو يقدر يتنبه انه. حتى يعني يتفادى العوائق الكبيرة. طبعا يعني دي حاجة مهم، انه اجسام سيارات اشخاص او غيره ان هي ممكن يعني يصطدم بيها وهو ماشي. ايه كمان لنماذج الروبوتس اللي انت اشتغلت عليها؟ هو انا اول روبوت عملته كان اسمه نصر روبوت، والروبوت ده كان بيساعد في تعقيم وان هو يوصل الطعام للمرضى في المستشفيات، وده عملته في فترة كورونا. وبعد كده عملت روبوت اسمه اكتوبر روبوت، والروبوت ده بيساعد في الكشف عن الالغام والمتفجرات. وعملت السمارت اي دي. وبعد كده عملت مشروع الري المتكامل للصوبات والارض الزراعيه، وده قعد يعني فيه فيرجنز كتير منه. يعني اول فيرجن ما كانش فيه ولا اطفاء الحرائق ولا عرض درجه حراره الصوبه، وكان بيروي بس، وبيوفر في مياه الري، وكان بيستهلك يعني طاقه كبيره من طاقه كتير. ولكن بعد كده بقى في فيرجن بعديه كان بالسولار سيستم، طاقة شمسية. جواه طاقة شمسية. وبعد كده اتطور لحد ما وصل للمرحلة اللي أنا دخلت بيها في معرض القاهرة الدولي. طيب احنا عايزين نرجع تاني طبعا للمشروع ده، لان هو مشروع مهم. بيه. واتكلمنا اكتر طبعا على الحاجات اللي يعني انت قلت انه فيه هو بيعمل كذا حاجة، بيطفي الحرائق وفي الاكبر منه هيكون ايه؟ يعني هي الهدف الأكبر هو أساسي، اللي هو المشروع متأسس عليه، هو إن هو يوفر مياه الري، وإن هو أيضا بيوفر في المية، وكمان بيروي الأرض بالدرجة المظبوطة ليه. طب انت بتستخدم هنا ايه؟ يعني برضو سنسورز بتستخدم ايوه، في مثلا؟ سنسورز، في سنسور اسمه ايه السايل. التكنولوجيا اللي انت بتستخدمها علشان يعني المشروع ده يقدر يعني فعلا يحقق الهدف؟ هو بيتكون يعني من كذا جزء، فهو في بارتس فيه. الجزء الاول فهو بيتكلم عن، أو هو وظيفته ان هو يروي الارض الزراعيه، وبيوصلها لدرجه مياه محدده
واول ما يوصل عندها بيوقف الري، وبعد كده لو قلت عن النسبة دي بيرويها تاني لحد ما توصل للدرجة للدرجة اللي هي المطلوبة. محتاجاها. والجزء التاني الخاص بإطفاء الحرائق فور حدوثها، وبيعرض لنا درجة حرارة الصوبة الزراعية على الشاشة. هل في حاجة شبه كده؟ يعني في مشاريع مشابهة فأنت مشروعك بيختلف عنها ايوه، ولا؟ انا مشروعي بيختلف عن المشاريع التانية. هو في الري، في مشروع الري ده، ولكن انا ضفت عليه ان هو بيعرض لنا درجة حرارة الصوبة الزراعية، ولو في حريق يطفيها لوحده فدي اوتوماتيك. حاجات دي إضافية اضافية عليه. على المشروع. طيب لما شاركت في معرض القاهرة الدولي للابتكار وطبعا تم تصنيف مشروعك من ضمن أفضل 5 مشاريع للأطفال، إيه الملاحظات أو التعليقات اللي جات لك؟ يعني إحنا عارفين بيبقى فيه لجان تحكيم، بيبقى فيه طبعا عدد كبير من الخبراء، بيبقى فيه ناس مشرفين بيجوا بيشوفوا المشاريع وبيقيموها اه وبيقولوا ملاحظات أو غيره. أنت إيه الكلام اللي اتقال على المشروع اللي أنت قدمته؟ هو يعني ما كانش فيه كومنتس كتير، ولكن كانت الأسئلة الأكتر هو ايه الأجزاء بتاعت المشروع ده، ايه الفكرة جات لك منين. فده كانت أكتر أسئلة بتتسأل، إنما لو في كومنتس على المشروع ما كانش فيه. ما كانش فيه ملاحظات عليه. انت بتفكر تعمل ايه للمستقبل يا احمد؟ يعني بالنسبه لمشروع الري المتكامل للصوبات والاراضي الزراعيه، انت بتفكر تطور منه اكتر ازاي؟ بتفكر ايه اللي ممكن يحصل علشان المشروع ده يتحقق؟ يعني هو بتبقى يعني في حاجات أكتر نقدر إن احنا نحطها فيه، ويعني إن شاء الله الحلم الأكبر للمشروع ده إن هو يبقى فعلا على الحقيقة، ويبقى متنفذ في أرض الواقع. يعني احنا نتمنى انه طبعا اي فكره مشروع بتحل مشكله او ممكن توفر ميه او ممكن تحسن من جوده المنتجات الزراعيه، ان احنا نشوف انه ده بيطبق على ارض الواقع. بالنسبه للمستقبل، انت ايه احلامك؟ ايه خططك؟ عايز تبقى ايه لما تكبر؟ أنا عايز أبقى 3 حاجات يعني. عايز تبقى ايه؟ أخش كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وأبقى رئيس شركة، وكمان إن أنا أبقى ملازم أول مهندس، والشركة أنا مجهز لها كل حاجة من دلوقتي. يعني الشركه مش مرتبطه بعمر، انت عارف ان انت ممكن تاسس يعني من وانت سنك أيوه، صغير بس تخلص طبعا بس يعني اخلص مرحله الدراسه، الدراسة وابقى اكتر من 14 سنة يعني. وان انت تقدر تنفذها. موضوع الكليه والحاجات اللي هي الاخرى الاكاديميه انت محتاج ده لازم طبعا. ان انا اكبر بقى. بالظبط، احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا احمد. احنا فخورين انه في ولاد في سنك ان هم بيحققوا يعني للامانه. انت وكتير من الاولاد الصغيرين او البنات اللي احنا بنستضيفهم نبقى مبسوطين جدا انه في السن الصغير عنده وعي وعنده ثقافه وعنده طريقه برزنتيشن وعرض حلوه لافكارهم، وان هم بيشتغلوا على نفسهم، ما بيعتبروش ان هم سنهم صغير فلسه لا ما نقدرش نعمل. لا، انتوا بتعملوا هو وبتشتغلوا. فعلا يعني مش هتبقى الحاجة، ما ينفعش ان احنا نبقى احنا حاجمين نفسنا في سن. لا، هو طالما في عندنا هدف لازم ان احنا هنحاول ونسعى وراه لحد ما نحققه. والابتكار ملوش ابدا ملوش يبقى علاقه ما بالسن. فيش اي علاقة بالسن خالص. احنا مبسوطين ان انت كنت معانا في حلقة النهاردة، نتمنى ان كل الافكار والمشاريع اللي انت بتشتغل عليها تتحقق على ارض الواقع، وان احنا نشوفك بتوصل لاحلامك وبتحقق اللي انت عايزه. شكرا جزيلا يا احمد.